السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشوية بتتبيلة سهلة وبسيطة، وكمان طعمها مميز جدا، والتتبيلة كمان سهلة ومن اسهل ما يكون. ان شاء الله هتعجبك وهتجربيها وهتعتمد الطريقة دي. بجد تحفة وسريعة وسهلة جدا. الناس بقى اللي مش بتحب تقف كتير في المطبخ ان شاء الله هتعتمد الطريقة دي، وريحتها بقى كمان جايبة لاخر الشارع. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله. يلا قبل ما نبدا الفيديو بقى، لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. انزلوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناه. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الفراخ القمر دي ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنجهزها هي التتبيله. عندي هنا في الخلاط طماطمتين كبار كده مقطعاهم زي ما احنا شايفين، وكمان عندي قرن فلفل كده رومي مقطعاه برضو، عايزه تستبدليه بحار زي ما تحبي. عندي كمان بصلايه كبيره كده، وربع معلقه من الثوم المهروس. لو ما عندكيش ثوم مهروس يبقى 3 فصوص من الثوم. تمام كده. عندي كمان ربع كوبايه من الميه. مش هضيف حاجه تانية. هنضرب بقى التتبيله القمر دي في الخلاط. ده بيكون شكل التتبيله بعد ما ضربناها في الخلاط. هنيجي بقى دلوقتي نبهر التتبيله دي، لان احنا ما حطيناش اي بهارات. عندي مكعب مرق تقدري تستبدليه بملح، ربع معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ربع معلقه صغيره من الكاري، رشه من الفلفل الاسود، وكمان هحط بهارات فراخ، وكمان هحط اللهم صل على سيدنا محمد رشه من الملح، وكمان هاخد معلقه صغيره من السكر. بتخلي الفراخ يستوي بسرعه وبتديله لون تحفه. وعندي عصير ليمونه. وهبتدي اقلب بقى التتبيله القمر دي كلها كده مع بعض. كانت الريحه بجد تحفه. التتبيله سهله كده ما شاء الله. كده خلاص التتبيله بتاعتنا خلصت. عندي هنا الفراخ طبعا غسلاها مصفيها كويس، وابتديت اعمل فتحات كده، وهبتدي انزل بالفراخ في التتبيله. طبعا احنا بنعمل فتحات في الفراخ لان انا عايزه الفراخ تتشرب من التتبيله كويس، وعايزه كل قطعه من الفراخ توصل لها التتبيله. تمام. اهم حاجه في الفراخ المشويه طبعا التتبيله. طبعا التتبيله او الفراخ لو اتشرب التتبيله كويس والتتبيل كويس هتاكلي احلى حته فراخ. خلاص كده قلبناها كويس. هنغطيها بقى ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين او اكتر زي ما تحبي. كل ما تقعد في التتبيلة اكتر كل ما تاخدي طعم احلى. بعد ما خلصت كده او خليتها في التلاجة ساعتين، جبت الصينية بقى اللي انا هسوي فيها واحط فيها الفراخ. نحط بقى الفراخ كلها، وهننزل ببقية التتبيلة كلها على الفراخ. التتبيلة طبعا زي ما احنا شايفين سهلة وبسيطة جدا، كله بقى ني في ني كده، مفيش حاجة تقيلة طبعا عشان الجو حر. ابتدي بقى انزل بالتتبيلة كلها كده على الفراخ من فوق. طبعا التتبيله دي اللي هيستوي فيها الفراخ، مش هنزود اي مواد سايله ولا هزود ميه ولا اي حاجه. اخر حاجه هضيفها هي معلقتين كبار من الزيت كده على الفراخ من فوق. وبعد كده هدخلها الفرن. اول حاجه كده لازم نغطي الفراخ عشان تستوي التسويه المظبوطه. تمام. واحطها على ارضيه الفرن اول ربع ساعه كده على نار عاليه، او اول ما تغلي ههدي النار واسيبها لحد ما تستوي. اول ما اتاكد ان الفراخ خلاص استوت هشيل الغطا خالص واحطها تحت الشوايه تاخد لون ذهبي كده من فوق. اللون طبعا على حسب ما انت عايزاه غامق عايزاه فاتح زي ما تحبي. تمام. وده بقى بيكون شكل الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله يفتح النفس. انا عملت جنبها كده حبه رز اصفر كده، انا عملته معاكم قبل كده فما حبيتش الفيديو يبقى طويل، يعني ركزت اكتر حاجه على الفراخ المشويه والتتبيله بتاعت الفراخ المشويه. شايفين شكلها ازاي؟ اللون تحفه. عايزه تغمقي بقى عايزه تفتحي زي ما تحبي. شايفين شكلها ازاي؟ وطعمها بجد مميز جدا. بتمنى النهارده طريقتي للفراخ المشويه تكون عجبتكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.